بسم الله. أول حاجة كده معايا هاعمل شربات، هاحتاج كوباية من السكر، كوباية من المَيّة، وبعدين هارفعهم على النار أقلّبهم مع بعض كويس جدًا لحد ما السكر عندي يدوب ما يبقاش فيه سكر خالص، باضيف عصير نُص ليمونة واسيبه يغلي 5 دقايق وباطفّي عليه النار وادّي له فانيليا والشربات بتاعنا كده جاهز، تمام؟ نشوف بقى هنعمل إيه بعد كده. معايا لفة من الجلاش دي حوالي 350 جرام، لو أنتِ عندِك اللي هي النُص كيلو خدي نُصّها، تمام كده؟ وقطّعتها بالشكل ده زي ما أنتم شايفين قطع صغيّرة كده زي ما أنتم شايفين بالشكل ده. نزلت بيهم في بولة وهاضيف شوية إضافات بسيطة، معلقتين كبار كده من السوداني المحمص المجروش، ومعلقتين كبار من جوز الهند المحمص، ونُص كوباية من السكر، ونُص كوباية من دقيق السميد، وأقلّبهم كويس جدًا مع بعض بالشكل ده زي ما أنتم شايفين. ضِفت عليها هنا معايا كوباية من السمنة السايحة، ضِفت كوباية إلّا ربع وسِبت ربع كوباية وهاقول لكم دلوقتي ليه. ومهم جدًا عندي الخطوة دي بقى إن إحنا نخلط الكلام ده مع بعضه كويس جدًا، جدًا بالشكل ده زي ما أنتم شايفين. لازم نخلّي كل الجلاش وكل الخليط اللي إحنا حطيناه كله متغلف بالسمنة بالشكل ده. بعد كده باجيب صينية مقاس 30 بُصّوا فيها دهنة محترمة كده من السمنة، ومعايا ربع كيلو من الكنافة دخّلتها الفريزر كده شوية وطلّعتها كسّرتها ادّتني الشكل ده زي ما أنتم شايفين، حطيتها في الصينية كده بالشكل ده، وربع الكوباية بتاعة السمنة اللي إحنا شِلناها على جنب هنبدأ ننزل بيه على الكنافة بتاعتنا بالشكل ده زي ما أنتم شايفين. بعد كده هاجيب الخليط اللي عملته وابتدي بقى أحطه في الصينية بتاعتي وارصه كده واضبطه في الصينية. شايفين بقى الصينية دي جمعت جمعت بسبوسة، جمعت جلاش، جمعت كمان كنافة، كل ده في صينية واحدة، وعايزة أقول لكم الطعم ما فيش أحلى من كده بجد. نبدأ نسويها بقى كويس جدًا بالشكل ده في الصينية بتاعتنا، الصينية دي مقاس 30 يعني أكبر صينية عندِك في الطقم. بعد كده بنجيب كيس كده، كيس تلاجة فتحته وباضغط بصينية تانية، لازم الحركة دي عشان ما تتفرّطش منِّك لمّا تيجي تخرج من الفرن، تمام كده؟ بندخّلها الفرن عادي جدًا على درجة حرارة 200 في الرف الوسطاني لحد ما ألاقي الحروف بتاعتها بدأت تلوّن، باشغّل لها الشواية وخرجت معايا بالشكل القمر ده زي ما أنتم شايفين. أنا حابة أقلبها مش حابة تقلبيها خلاص، بس أنا حابة الواجهة بتاعتها تبقى الكنافة زي ما أنتم شايفين بالشكل ده. قلبتها على صينية كده وبدأت أنزّلها تاني، أرجّعها في الصينية بتاعتها. أول بقى ما بتخرج من الفرن وهي سخنة كده بادّيها كوباية من الحليب يكون دافي. ليه بقى الحليب ده؟ عشان ينزل لي على السميد اللي إحنا حطيناه ويخلّي السميد يشرب منه كده وتبقى بسبوسة، تمام كده؟ وبدأت أنزل بالشربات، هي هتاخده كلّه، هي كوباية واحدة اللي إحنا حطيناها وده شكلها. أنا ما استنيتش عليها تبرد على فكرة، المفروض نستنى تبرد وتشرب الشربات كويس جدًا. بُصّوا عاملة إزاي، لا معجنة ولا مفرولة ولا أي حاجة. الجلاش مقرمش زي ما أنتم شايفين كده، والكنافة خطيرة، دي البسبوسة شرب الحليب وبقى طعمه بسبوسة كده، وبجد هي الصينية دي خطيرة. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير وبألف هنا وشفا وبس كده.